تبدأ الحكاية مع حملة استطلاع جوية من القوات الجوية المصرية على الحدود الغربية، والهدف من الحملة دي إن في معلومات بتقول إن أصحاب الرايات السود، وأنتوا طبعا عارفين هم مين، بيهربوا صواريخ أرض جو لجوه الأراضي المصرية. وساعتها كل حاجة كانت ماشية هادية ومستقرة، الجو رايق والتحركات على الأرض طبيعية جدا، حتى جوه غرفة العمليات كان الوضع تمام التمام. لكن فجأة بقى واحد من الضباط لمح عربيات خارجة من تحت الأرض، وعلى طول اتبعت أمر بالاشتباك فورا. اضربوا العربيات ودمروها بالسلاح اللي موجود فيها، والحمد لله اول عربيه اتفجرت والرجاله اتحمست، سخنوا اكتر وفجروا التانيه كمان. بس المفاجاه بقى كانت لما واحد من الارهابيين ظهر ومعاه صاروخ موجه، ضرب الطياره الاولى والصاروخ اصابها فعلا وبدات تقع على الارض. وساعتها القياده امرت بالانسحاب فورا، وقالوا هيبعتوا قوات الصاعقه علشان يحموا ولادنا اللي في الميدان. قائد القوات الجويه ساعتها كان باين عليه الحزن والغضب على رجاله الطيران، بس الرجاله طلعوا ابطال على حق. واحد منهم شد زميله من الطياره قبل ما تنفجر بثواني، وقدروا ياخدوا ساتر وقتلوا أول إرهابي، وخدوا كمان سلاحه وبدأوا الاشتباك.